مسلسل 6 شهور الحمد لله خيب ظني، وهقول لكم هو ليه خيب ظني، وهقول لكم على 3 حاجات تخليكم لازم تتفرجوا على المسلسل. بس برضه الصراحة بتاعتي زيادة عن اللزوم، بخاف انها ممكن تخلي حد يزعل مني. كنت ممكن اخلي الفيديو 3 حاجات تخليك تتفرج على المسلسل وخلاص وابقى في السيف سايد، لكن ازاي اسكت؟ ابدا، بحس ان الكلام هيتحشر ويقف في زوري لو ما قلتوش. ما تنسوش تشتركوا في القناة، وحالا هقول لكم ليه المسلسل خيب ظني. المسلسل خيب ظني ليه بقى؟ بصراحة أول ما شفت البرومو بتاع المسلسل أنا أسفة جدا وبعتذر مقدما. قلت يا دي النيلة، المسلسل عن العقارات والسيلز بتوع العقارات، هو أنا خلصانة منهم تليفونات عشان كمان يطلعوا لي في مسلسل؟ لا كتير، مش قادرة بصراحة. شغل جديد سيلز في شركة عقارات. والله أنا بقدر هم قد إيه شغلتهم صعبة، بيكلموا ناس كتير، ممكن حد فيهم يكون قليل الأدب وحد بيتريق وحد بيستظرف، بيشوفوا بلاوي. يا ولاد حضرتك بتشتمني ليه يا فندم؟ ما علينا، المهم قررت إني ما اتفرجش عليه، وبعدين لقيت أول حلقتين نزلوا، قلت أشوف أول 10 دقايق وهقلبه، وكانت المفاجأة. اتفرجت على المسلسل وما كنتش مصدقة ازاي المسلسل حلو كده. انا عندي معيار غريب جدا في تقييمي للمسلسلات والافلام، هو اني لو قعدت اتفرج على المسلسل وانا بلعب جيمز على الموبايل يبقى المسلسل اي كلام، ولو سبت الموبايل واتفرجت على المسلسل صوت وصورة يبقى المسلسل ده جامد جدا. وبصراحة ده اللي حصل معايا وانا بتفرج على المسلسل، وبقيت مشدودة ومبسوطة قوي وانا بتفرج عليه. ودلوقتي بقى هقول لكم على 3 حاجات اللي لازم تخليك تتفرج على المسلسل. اول حاجة، المسلسل ده بيقول لك كمية معلومات عن السيلز والمبيعات رهيبة وحلوة قوي، وايه الخبايا بتاعت السيلز، مش عشان ان انت هتشتغل في السيلز وهتبيع حاجات او كده، لا خالص. انت بتشوف وبتعرف اللي بيبيعوا لك حاجة هم شايفينك وبيقيموك ازاي انت كعميل، وايه المداخل اللي بيعرفوا يوصلوا لك وايه المداخل اللي بيعرفوا يوصلوا لك ويدخلوا لك منها من غير ما انت تحس، عشان تشتري وتقتنع بكلامهم. حاجة تانية مهمة جدا في شغلتنا، المظاهر. فده هيخليك تفكر بطريقة مختلفة خالص وانت بتشتري اي حاجة المرة الجاية، مش بس العقارات. تاني حاجة، المسلسل بيبين شخصيات مختلفة جدا وحقيقية جدا، بتقابلهم في الشغل وبتشتغل معاهم، لدرجة ان انت وانت بتتفرج هتقول ده مين وده مين، يعني اسامي الناس اللي معاك في الشغل اللي شخصيتهم كده بالظبط. ولو ستات مش بيشتغلوا لازم برضو تتفرجوا علشان تعرفوا الستات اللي مع جوزك في الشغل بتتعامل معاه ازاي. بشوف ان المسلسل ده هيعجب كل الناس ويشدهم، الكبار والصغيرين. الصغيرين علشان هيعرفوا ايه البلاوي اللي هتقابلهم لما يشتغلوا، والناس الكبيرة اللي بطلت شغل هيعرفوا الدنيا وصلت لإيه دلوقتي، والناس اللي بتشتغل مع بعض بقوا بيتعاملوا مع بعض ازاي في الشغل. تالت حاجة وسبتها للآخر عشان عندي فيها كلام كتير جدا، المسلسل ده أول بطولة لنور النبوي، وبصراحة هو اشتغل على الدور والشخصية بكل تفاصيلها الصغيرة، ومثل الدور حلو جدا وبشكل رهيب وحلو قوي. مراد، انت بتدور على الخبرة ولا النجاح؟ انا بدور على فلوس. الموضوع اللي هيجنني وعايزة اتكلم فيه فكرة ان اي حد بيمثل باباه ممثل يقولوا ان هو بيقلد باباه، دي فكرة مش صح ابدا، بجد ده حرام وظلم لولادهم. وهقول لكم ليه. فكر كده في الشكل والجينات والحركات اللي انت واخدها من باباك ومامتك، حتى لو انت ما عشتش معاه وقت طويل هتلاقيك واخد منه حاجات كتير. ده احنا لما بنتجوز او بنلزق في حد فترة طويلة بيقولوا دول بقوا شبه بعض، فهو واخد الجينات وعايش معاه الاتنين كده، الأربعة الاتنين، فطبعا هيكون شبهه في الشكل والطريقة الاتنين مع بعض، بس ده مش معناه ان هو بيقلده. معلش حاجة بره الموضوع عايزة اقولها لكم عشان هي لذيذة. قريت مرة معلومة غريبة جدا، قال
بيقولك ان المتجوزين اللي بيحبوا بعض قوي بيجيلهم نفس الامراض او بيعيوا نفس العيا. طبعا انا قلت الكلام اللهبل ده، وبعدين لما عرفت ليه اقتنعت ولقيتها حاجة بتضحك جدا وما تجيش في دماغ حد. ليه بقى؟ بيقولك ان اللي بيحبوا بعض قوي بيجيلهم نفس الامراض والعيا علشان بيكونوا مع بعض معظم الوقت وبياكلوا نفس الاكل وبيسافروا في معظم السفريات مع بعض، فتسمم في الاكل هتلاقي، لطشة برد ممكن تلاقي، حادثة عربية او طيارة بعد الشر تلاقي. يعني انت فكر بقى. اخدت بالي في صورة نور اللي نزلها على السوشيال ميديا انها فيها فيديو بتاع زمان، ده دلوقتي انتيكا. عامة الفينتج جامد جدا وبيعمل قلق. دلوقتي بقى هقول لكم على حاجات مختلفة لفتت نظري بشكل عام في المسلسل، بس عشان تعرفوا انا بتكلم عن ايه لازم الاول اقول لكم فكرة المسلسل وهقولها لكم من غير ما احرق الاحداث. القصة بتحكي عن ولد وبنت بيقدموا على وظيفة وبيكون ليهم فترة اختبار مدتها 6 شهور، واللي هينجح في فترة الاختبار دي هو اللي هيتعين في الوظيفة، والتاني يمشي. أول حاجة عجبتني ولفتت نظري من الأول خالص هي بوستر المسلسل. بجد أنا بشوف نفسي في البوستر، لا وكمان بشوف عيلتي وصحابي وأي حد بقابله. دي قصة حياتنا كلنا بنجري، رتم الحياة السريع مخلينا طول الوقت مسحولين وبنجري باختلاف نوع السحلة، كله بيجري وما عندوش وقت. المسلسل بطولة نور ونور، نور النبوي ونور إيهاب، هما الاتنين عاملين الشخصيات حلوة قوي وبتشوف كل تفصيلة صغيرة في الشخصيتين. عجبني قوي ان الولد والبنت شخصياتهم عكس بعض تماما، وفي تفاصيل كتيرة قوي مش عايزة ادخل فيها ولا احكيها عشان انتوا تشوفوها بنفسكم وتستمتعوا بيها. مراد مكرم عامل دور مدير شركة العقارات ومدير السيلز، حلوة قوي لدرجة ان انت تحس ان دي في الحقيقة فعلا شغلته، والشخصية اللي مثلها دي من احلى الادوار اللي عملها. حبيت قوي شخصية البقال اللي عملها محمد عبد العظيم، على اساس انه كنت مديله قرض حسن. خطير بصراحة، وحاسة انه معلي المسلسل جدا، وان بقى في منافس جديد لبيومي فؤاد، ومتأكدة ان هو لسه هيبدع اكتر في الحلقات اللي جاية. شخصية الاوفيس بوي اللي بيجيب لهم الطلبات والشاي والقهوة في الشركة مسخرة بجد، تارجت بيزل، دمه خفيف جدا، متهيألي دي أول مرة يمثل فيها، بس بجد لذيذ وأكيد هنشوفه في حاجات كتير الفترة اللي جاية. عايزة أقول لكم إني بحب أستنى نص المسلسل عشان أقول لكم رأيي، بس مش قادرة استنى عشان عايزاكم تتبسطوا بيه من دلوقتي وتتزلوا زيي وتفضلوا مستنيين الحلقتين اللي بينزلوا كل أسبوع على واتشت. وكفاية كده عشان أنا تعبت.